ندخل في على الامن ان يبين الكلام. ندخل استاذ سيد، التعامل مع قضيه الشيعه في مصر، من الواضح انه سيظل التعامل معها تعاملا امنيا، يعني سيظل ملفا امنيا. ازاي احوله الى انه يتحول الى ملف يتعلق بحريه الفكر والعقيده؟ عايز تعمله ملف يتعلق بحريه الفكر والعقيده، ان يسمح بانشاء الجمعيات يعملوا في اطار الحكومه وتحت نظر الحكومه. وده اللي انت عاوز تعمله؟ وده اللي عايزين نعمله. وعاوز تعمل انا بشوف طبعا ان ده لغم طائفي، لان انا ضد التجمعات المذهبيه، يعني مش معنى كده ان انا بقول لك ده يبقى انا ضد الشيعه او المذهب الشيعي. انا ضد التجمعات المذهبيه. اضمن لي عدم توجيه تهمه ترويج مذهب شيعي او تقبض على اي شيعي في الشارع واحنا نسمع طيب النقطه دي استاذ وليد، هل اللي قاله الاستاذ سيد انه التنظيمات الشيعيه التي يعلن عنها الامن كل فتره في مصر هي تنظيمات وهميه مصطنعه مختلقه، وكأن في مصنع في لازغلي لعمل تنظيمات شيعيه، كل ما يبقوا عايزين يعملوا حاجه يعني اعمل تنظيم شيعي، هل هي تنظيمات وهميه مختلقه ولا تنظيمات حقيقيه؟ تنظيمات حقيقيه موجوده على ارض الواقع، بدليل ان هم ابتدوا يعملوا تجمعات، والتجمعات دي ابتدت تسفر عن اشياء. وعنده مصادر معلومات ما حدش يعرفها. لا 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 ماشي. تسفر عن اشياء، ايه هي اللي ابتدت تسفر عنه؟ قضيه حزب الله الاخيره. اظن ما يستطيع احد ان هو يقول ان ديت قضيه مفبركه من الحكومه، تمام؟ النقطه الثانيه، الشعب نفسه كشعب متماسك، نسيج متماسك. لما انا اجي اسيطر على مسجد في 6 اكتوبر مع المجتمع، لا استنى بس، عايز اسمعه بس، مين اللي سيطر على مسجد في 6 اكتوبر؟ في 6 اكتوبر واعلن فيه اذان الشيعه. دول بحرانيين مش مصريين. يبقى حقائق، انا ما بجيب الا حقائق. احنا مالنا ومال الاجانب؟ واعلن فيه اذان الشيعه، اذان الشيعه ان علي ولي الله والاثنى عشر حجج الله. فالناس غضبت. حي على خير العمل. لا ساعتها ما قال حي على خير العمل. موجود عندك مسند احمد باب الاذان. قام جاي الناس نفسهم سمعوا اذان غريب، فابتدوا راحوا المسجد وحصلت مشاده. وهو ده النسيج اللي احنا بنضرب بيه الواقعه دي. ايوه، وهو وعرفها وذاعت في الجرايد كلها بحرانيين ساكنين هناك. والنسيج الاجتماعي يا استاذ وائل اهو حمزه وابوه. وهو ده اللي احنا مش عايزينه في مصر. انه كمان مش تمزق في المجتمع، تمزق عائلي يعني. عائلي فعلا. انت بتقول انها تنظيمات حقيقيه وليست مختلقه. استاذ خالد، اعمل ايه عشان انقل ملف الشيعة في مصر الى انه يتم التعامل معه على اساس او على نطاق حريه الفكر والعقيده؟ لماذا يتم التعامل معه بشكل امني؟ فكره امسك شيعي، نشر مذهب او دين او اعتراضه امنيا بل ينتشر، انما على المؤسسه الازهريه تستعيد مكانتها وتجلس مع المؤسسه الشيعيه لترى ما هو الاتفاقات وما هي الاختلافات. يعني على الازهر ان يدرس المناهج الحوزويه التي يدرسونها هناك، وبالمناسبة المناهج الحوزوية أقوى من المناهج السنية، بدليل هل توافق؟ لو سمحت أنا ما كملتش. هل توافق أنا ما كملتش يا بني آدم، لو سمحت أنا ما كملتش. طيب الفارق بين السنة والشيعة في هذا الأمر أنهم بيدرسوا تاريخ ال 500 سنة الأخيرة منذ سقوط الأندلس. يعني دارسين الصهيونية كويس، دارسين الماسونية كويس، دارسين المشاكل اللي حاصلة بين المسلمين وما هو خارج المسلم. أما أنت وجهت سهامك إلى الأمة الإسلامية. حضرتك أنت مش عارف آية، أنت درست إيه حضرتك؟ لما تيجي تقول لي الأستاذ هنا يا حبيبي أنا تتلمست على مدرسة أنا أساتذتي فين التلمذ حضرتك؟ أنت قلت بيهم أساتذة الأزهر. أنت قلت كلمتين عشان تبقى فاهم. لو سمحت أنت قلت كلمتين أصلا نفوا اللي أنت المادة العلمية بتاعتك كلها نفوها. يا حبيبي انا البدايه انا كان يتكلم يقول له ليه القران الاول؟ انت حافظ القران؟ انا عايز افهم حاجه بفضل الله. انا عايز افهم فيك ما كملتش ليه الباقي؟ بعد اذنك يا استاذ ما كملتش ليه؟ نحن ندعو للتعايش. باسم ربك الذي خلق. كده في حوارات جانبيه. استاذ خالد لو سمحت، ما انت قلت ندعو للتعايش. لا في نقطه هم حملتهم اسمها لا للتعايش مع الشيعة. ماشي هو حر ما يتعيش براحته. هم عاملين حمله باسم لا للتعايش مع الشيعة. هم بعد 300 400 مليون. سؤال هتفني 300 هي بس حضرتك كنت عايز اعلق على كلام. بلاش مبالغه في الارقام. الازهر اصدر بيان. بلاش الازهر اصدر بيان على لسان السيد مفتي الجمهوريه. مفتي الجمهوريه جواز التعبد على المذهب الشيعي. ليه الازهر او ليه الجهات المختصه ما حسبتش الشيخ علي جمعه في هذا البيان؟ يا عم هو ده الفن بيقول ايه؟ هو اخطر بخطير جدا وله تأثير معنوي ومادي على نفوس المسلمين أكتر من اللي والدي بيقوله. لأن والدي أظهر الوجه القبيح جدا للشيعة، لكن لما أنت حضرتك تيجي في وقت المذهب الشيعي بدأ ينتشر في مصر ويطلع السيد مفتي الجمهورية الشيخ علي جمعة يقول كده،
اذا خلاص طيب. انا الصبح استاذ وائل، في بس وعلى نقطه الرجالة صغيره كلام. في هو حيثيات فاهم بيقوله، للفتوى. هو فاهم يعني بيقوله. الفتوى ليها حيثيات. يعني احنا لو سالنا مثلا المفتي علي جمعه وقلنا له هل يجوز التعبد بلعن عائشه؟ ما حدش بيتعرف. حدش طيب قال الشيعة كده. بتتعبد بلعن عائشه؟ لا، لا، لا. هل يجوز؟ جايب الكلام ده منين يا عمي؟ الله يا يخليك. بيه، بص والله يا بيه. الكتب موجوده. الكتب أيوة. هرجع كده تاني استاذ خالد بس يبقى كده خلاص، يبقى دي حيثيات الفتوى. لابد من رجوع. أنا عايز اسمع بس تاني. في قضيه 6 اكتوبر انت بتقول في قضيه قضيه بحرانيين الممسوكين ورحلوهم. فيها ورحلوهم من مصر، مش مصريين. تم ترحيل مجموعه من وكانت قضيه موجوده بالفعل، تتابع الاخبار هتلاقيها موجوده. موجوده طبعا. حمزه، عشان انهي بيك وانت زي يعني انا يعني بدات الحلقه بيك ايضا، لانه قضيه انه في ابن يشهد ضد ابيه سواء في النيابه او امام المجتمع ويقول ان ابويا يعني يلعن الصحابه لعنا نحن لا نقبله، قلت انه يعني بتتهم حتى الاب اتهامات شديده. البعض هيقول لك انه انت بذلك تخون الاب، يعني انت مصمم على موقفك. أنا اولا شهادتي مش ضده، شهادتي معاه. انا بشهد معاه في اللي بيقوله، بقول اللي هو بيقوله. هو يعني واحد بيقول الحق، وقد جاءني الحق من الله سبحانه وتعالى او من سيدنا الامام علي. طب ايه اللي زعل والدي في ان انا اقول ان هو فعلا بيقول كده؟ وانا قلت ان والدي غير الشيعة نهائيا، والدي تعرض لفتنة فكرية. السؤال الأخير يعني عاطفة الأبوة أستاذ خالد لو سمحت، بس عاطفة الأبوة هنا ما كانتش بالنسبة لك أقوى، لكن أنت بتقول إنه لا، أنا بكيت في جهاز أمن الدولة، بكيت يعني من واقع، لأن أول مرة تشوف والدي يعني تعرض لهذه المسألة. ولكن أنا يعني هو رباني إن أنا أقول الحق. قال لي يعني هو رباني على كده. أنا هاجي قدام الجهات الأمنية وأقول انه ما حصلش. يا سيدي قول ابويا اعلم باللي بيقوله، هو اسالوه. لا، ما فيش حاجه اسمها اعلم. انت انا قلت اللي هو قاله. انا ما هاجمتوش. انا ما هاجمتوش في امن الدوله. انت مفسر ازاي؟ انت مفسر ازاي؟ انا ما اعلنتش ان انا مفسر يا ايها سمع وراء ابوه وهو بيسب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. انا ما هاجمتوش. يبقى انت عايز واقيموا شهاده الله زي انت مفسر. دي شهاده الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. هو ده العدل بتاعه، اللي مش حافظ قران مش عارف حاجه يحكم على ابوه بالاعدام. لا اله الا الله. انت حافظ، هل يجوز له بهذه الطريقه؟ الامر على من هو اعلم منه. انت رجل حافظ وزري. اسالك دلوقتي، هل يجوز له عندما سمع وراى ابوه يسب السيده عائشه، وعندما سئل هل ابوك يسب السيده عائشه ايقول نعم ام لا؟ يقول اللي قاله. انا قلت اللي قلته. هو اللي قاله بس. هو ده اعلاميا يقول الكلام ده على مستوى 70 مليون. لا يستحق ما هو فيه لسبب وحيد، لان مش هو بس اللي كل من ينتهج نهج ابوك يستحق. يعني عندك واحد اسمه يا استاذ وائل، بعد اذن حضرتك، اول امبارح كان في قضيه مشابهه بين الاستاذ محمود عاشور وكيل جامعه الازهر وزميل ليه بنفس الموضوع برضه، وتشادوا مع بعض، والشيخ محمود عاشور قال له حتى لو سبوا الصحابه ليس كفر. لا، قال ايه؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال لك يبقى فاسق. هل ترضى بان الشيعي فاسق؟ يا حبيبي الحديث بيقول خلاص، ما انت بتستشهد بيه بقى، يبقى تستشهد بيه. هو محدش قال ان الشيعي الذي يسب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم يقدر يقول ان هو كافر. يبقى اذا تستشهد بيه ليه؟ طيب المهم ان شهاده حمزه طبعا ضد ابيك في نيابه امن الدوله العليا، وهي احدى الادله التي ضده احدى الادله التي قدمت ضد ابيك. انت شايف انه لو عاد بك نفس الموقف هتشهد ضد ابيك في نيابه امن الدوله العليا طالما انه يسب الصحابه؟ انا مش هشهد، انا بقول اللي هو بيقوله. هو اللي بيقول كده، وتسجيلاته كده، وورقه بخط ايده كده. مفيش يعني وهو المفروض ما ينكرش. الولد الملفوف عيل من عيالك هيعمل فيك كده. مفيش مشكله لو انا سبيت. انا عايز اعرف انت باي منطق تتكلم؟ ولا بكتاب الله ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأقوال الفقهاء والعلماء، بأي منطق تتكلم؟ كلمتك بالتوراة والإنجيل؟ لا إله إلا الله. أنت بتقول أنت الملفوف ومش ملفوف وابن معاك هيعمل كده ليه؟ عشان شهادة حق؟ شهادة على أبوه عشان يعدمه؟ لا إله إلا الله. افرض اتعدم، نفترض سبحان الله، هذا بما جنت يداه. هذا بما جنت يداه. يا أخي قول أنا ما أعرفش. أنت إنسان مكلف، أبوك إنسان مكلف. مش فاهم حاجة. أتوجه إليكم جميعا بالشكر. مشاهدينا، من الواضح أنه ملف الشيعة في مصر سيظل ملفا أمنيا، ومن الواضح أيضا أن كل الألغام السياسية والأمنية والطائفية ستظل موجودة. احنا ناقشنا القضية بكل جوانبها، انطلاقا من قضية الشيخ حسن شحاتة المحبوس الآن والمتهم أمام نيابة أمن الدولة العليا. نلقاكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد.